فك التعلق، اول حاجه محتاجين نعرفها هو يعني ايه تعلق. التعلق ده ان انا اربط سعادتي، انجازي، ان انا حياتي تكون متزنه وسعيده بشخص معين. فكل الحاجات الحلوه اللي انا نفسي فيها بربطها بشخص واحد هو اللي يلبي لي كل الاحتياجات دي. ده مفهوم التعلق. طيب بنتعلق ليه؟ عشان اربع حاجات. اول حاجه احساسنا بالتقدير، احساسنا بالامان، احساسنا بان متشافين او الشخص ده شايفنا، واحساسنا بالحب وبالاهتمام. الاربع حاجات دول اكتر مشاعر بنسعى للحصول عليهم، بس للاسف بنحصل عليهم عن طريق غلط وهو التعلق. طيب هل في تعلق صحي؟ في تعلق صحي. ايه هي علامات التعلق الصحي؟ اول حاجه ان انا اكون في علاقه حاسه بيها براحه. الحاجة التانية ان انا العلاقة دي بتديني دعم، مش بتديني انقاذ. ان انا مش في العلاقة دي عشان ينقذني من حياتي، لا، عشان يدعمني، عشان يشاركني. ان انا في اختلاف في العلاقة دي، ولكن الاختلاف ده ما بيمثلش تهديد. الاختلاف هنا بمعنى مختلفين عن بعض بس قادرين نتوافق، او حصل اختلاف في العلاقة نفسها، يعني كنا ماشيين بطريقة وبقينا ماشيين بطريقة تانية. فالاختلاف ده ما قلقنيش، ما حسيتش ان انا قلقانة، لا انا برضو مطمنة. طيب العلاقة دي بتلبي لي الاحتياجات بتاعتي بتوازن. بمعنى انا عارفة اكون سعيدة، لكن وجود الشخص ده بيخليني سعيدة اكتر، او بحب اشاركه السعادة دي. طيب ايه كمان؟ ان بتكون العلاقة دي فيها صراحة، ما فيهاش خوف. ان انا مش خايفة في العلاقة دي، لا، انا عايشة الصراحة، قادرة اكون انا، قادرة اكون على طبيعتي، مش مضطرة اكون حاجة تانية او امثل حاجة تانية عشان اكون مقبولة في هذه العلاقة. الحاجة المهمة كمان من علامات التعلق الصحي أو العلاقات الصحية إن أنا بنمو، بكبر في العلاقة دي، بزدهر، بحقق إنجازاتي، بحقق طموحاتي، بحقق نفسي، حاسة بنفسي وحاسة بكياني في العلاقة دي. طيب إيه هي؟ أعرف إزاي إن أنا متعلقة أو ده تعلق سام أو تعلق سيء أو ده مش التعلق اللي مطلوب بيه؟ أول حاجة خوف، العلاقة دي فيها خوف وأنا مكملة، فاذا انا متعلقه تعلق سام. طيب الحاجه كمان ان انا بحس ان انا ماليش حياه، ماليش لازمه بره العلاقه دي، فانا ماليش حياه او مش عارفه يكون ليا حياه بره العلاقه دي. طيب العلاقة دي قايمة على فكرة الإنقاذ، إنقذني من اللي أنا فيه، تعالى طلعني من الحزن اللي أنا فيه، طلعني من الاكتئاب اللي أنا فيه. فالعلاقة قايمة على الإنقاذ، مش على فكرة تلبية أو توفير الاحتياجات بالتوازن اللي احنا قلناه. طيب هل في صفات لو موجودة فينا نعرف ان احنا مؤهلين وبقوة ان احنا نكون ناس متعلقة؟ 7 صفات. ايه الصفات دي؟ اول حاجة ان انا اكون شخص شديد الحساسية، عندي حساسية مفرطة جدا، حساس من اقل حاجة، من اقل كلمة، فاذا انتبه لده. الحاجة التانية ان انا اكون شخص ابحث عن المثالية، عايزة مثالية في كل حاجة، فانا كده عرضة للتعلق اكتر. ان انا اكون شخص غير امن داخليا، ما عنديش امان داخلي، فابدا ابحث عنه من خلال العلاقات اللي موجوده حواليا. كمان صورتي الذاتيه، عندي صوره ذاتيه مهزوزه او مشوهه، او شايفني على طول بصوره سلبيه، فده بيخليني من الناس اللي عندها يعني تقدر تتعلق اكتر. عندي خوف من الوحده، ما بعرفش اكون لوحدي، لازم يكون معايا حد. فده مؤشرات كده بتقولك خلي بالك، لو عندك الصفات دي فانت في طريقك للتعلق، انت مؤهل ان انت تتعلق. طيب ايه كمان؟ عندي تعلق قلق، لما بحب حد بقلق عليه، انت فين، انت رحت فين، جيت ازاي. فعندي نمط من التعلق القلق. طيب عندي كمان ايه الصفة كمان؟ عندي ارضاء الناس وارضاء الاخر، دي من المثل العليا ليا. طيب نفك بقى التعلق ازاي؟ ممكن نفك التعلق اول حاجه بان انا اقبل ما انا عليه، اقبل المشاعر الموجوده واعبر عنها، واغضب ان انا مريت بده، الفتره اللي انا مريت بيها، الفتره اللي انا عديتها، الاحداث اللي حصلت لي، فطلع الشعور واطلع الطاقه اللي موجوده بدون ما اكتم ده. افرغ المشاعر، سواء لوحدي، لو انا عندي صديقه امينه ليا افرغ معاها المشاعر، او استعين بكوتش. فاول حاجه اقبل مشاعري وابدا اعبر عن مشاعري. الحاجه التانية اقبل ان انا حصل لي ده، اقبل بان انا اتخنت، اقبل بان انا اتسبت، اقبل بان الشخص ما كانش عند توقعاتي. فالقبول بما انا عليه، وزعلان ان ده حصل لي، وده تاني درجه من تفريغ المشاعر برضه. النقطه الثالثه، اتعلمت ايه؟
اتعلمت ايه من التجربه دي، التجربه دي علمتني ايه، والتعلم هنا يكون تعلم ايجابي. يعني ما اقولش اتعلمت ان انا ما اثقش في حد، ما اقولش اتعلمت ان انا ما عادش ليا كلام مع الناس، ده تعلم سلبي. التعلم الايجابي اتعلمت ان انا ابقى حذر، اخد حذري، اخد بالي، اقرا الناس بطريقه افضل من كده. طيب النقطة اللي بعد كده ان انا اتعلم اربط في اللي حصل لي ده الحلو والوحش مع بعض. من الحاجات الكتيرة اللي بتخلينا نرجع تاني لدايرة التعلق ان انا بفتكر الشخص ده بالايجابيات او بالحاجات الحلوه او باللحظات الحلوه، فبرجع احن تاني، او باللحظات الوحشه فبرجع عايز يبقى تتولد عندي طاقه انتقام، عايزه انتقم منه تاني. في الحالتين انا برجع لنفس دايره التعلق. طب افكها ازاي؟ اربط الحلو بالوحش، كان في مميزات وكان في عيوب، كان في حاجات وحشه وكان في حاجات حلوه، فبربط الاتنين مع بعض فما برجعش النقطه صفر تاني. الحاجه التانيه، انا كنت ايه قبل العلاقه، انا كانت ايه هواياتي، كنت بفكر ازاي، كنت بعمل ايه، طب ايه الحاجات اللي كان نفسي اعملها وما عملتهاش، وابدا ادخل انشطه يا اما كانت موجوده وبطلتها، او انشطه جديده، او حاجات انا نفسي اتعلمها، او صداقات كانت موجوده عندي ووقفتها بسبب العلاقه دي، فارجع اتواصل تاني مع الناس، ابدا اخلق لي دايره اهتمام جديده. الحاجة اللي بعد كده ان انا اتعلم ازاي احب نفسي، اتعلم ازاي اقعد مع نفسي، اتعلم ان انا ادي الاهتمام والامان والرعاية لنفسي، عشان مبقاش منتظرة اي حد من بره يجي يديهم لي. نجرب مع بعض الخطوات دي، نشوف خطوات فك التعلق، ونمشي خطوة خطوة، ونكون رحماء مع نفسنا في رحلتنا مع التعلق. انا كنت شيماء حزة، اشوفكم على خير.